السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم المهندس عبد الرحمن حلمي من شركة أجروزا للتسويق الإلكتروني. أهلا وسهلا بحضراتكم. خدنا المرة اللي فاتت إن إحنا بنشتغل على برنامج الإليمنتور. المحاضرة دي هنكمل برنامج الإليمنتور، برنامج على الوورد بريس أو البلجن اللي اسمه إليمنتور. ده بلجن إن أنت بتعمل يا إما إن أنت بتعمل إيديت على المحتوى، او يا اما ان انت تنشئ محتوى من اول وجديد. خدنا المرة اللي فاتت ان احنا ازاي نبدأ نغير البلوك بتاعتي، وبعد كده ان احنا بنبدأ نستخدم الاليمنت بتاعتي كلها وبنبدأ نغير. طب واحد تاني يجي يقول لي طب احنا دلوقتي بنعرف نغير، ازاي بنبدأ ننشئ محتويات من اول وجديد؟ يعني ازاي نبدأ نعمل محتويات جديدة؟ اول ما انا ما هنزل تحت خالص هلاقي مربع كده فاضي. اول ما انا بشتغل على الاليمنتور هلاقي ان انا عندي فيها اربع اختيارات. اول اختيار خالص هنا دلوقتي بيقول لك ايه؟ علامة الزائد. من اول ما بضغط على علامة الزائد بيديني فيها التو اوبشنز او اختيارين اتنين. عندي هنا حاجة اسمها الفليكسيبل بوكس، وفي عندي هنا حاجة اسمها الجريد. يعني ايه الاتنين دول؟ الناس اللي مصممين بتوع اليو اي واليو اكس، علشان خاطر ان انت لما بتيجي تعمل يو اي ويو اكس لازم ان انت بتبدا تستخدم الفليكس بوكس. والناس اللي هم بيشتغلوا في الويب ديزاين في طريقه تصميم المواقع بنشتغل بحاجه اسمها الجريد. طب ايهم احسن؟ دلوقتي انا عندي بالنسبه للاليمنتور عندي هنا فوق ثلاث اجزاء. ايه هو الثلاث اجزاء؟ انا دلوقتي ان انا بشتغل على الديسكتوب، يعني ان انا بشوفه على الديسكتوب بالشكل ده، ولا على نظام التابلت مود؟ ادي ده نظام التابلت. ولا ممكن ان انا بشتغل على نظام الموبايل وببدأ اشتغل على الموبايل بالشكل ده كده؟ طيب ايهم احسن؟ طيب دلوقتي ان انا لما باجي بشتغل على حاجة اسمها الفليكس بوكس، يعني يبدأ يستخدم معايا على الموبايل او على التابلت او على الديسكتوب او على الموبايل، وحتى كمان بالنسبة لي على اللابتوب ليها مجموعة من المقاسات. فان انا احسن لكم ان انتوا تبداوا تشتغلوا على حاجة اسمها الفليكس بوكس. فليكس اللي هي اختصار لكلمة فليكسيبل. يعني ايه فليكسيبل؟ ان انت تقدر تغير من المقاس بتاعه حسب الشاشة بتاعته. يعني واحد يستخدم على الموبايل يفتح على الموبايل بالشكل كامل، واحد بيستخدم على التابلت برضه يفتحه لك بالشكل كامل، واحد بيستخدم اللابتوب برضه يفتحه لك على اللابتوب، واحد بيستخدم الديسكتوب او بيستخدم على شاشة كبيرة او بيستخدم على شاشات التلفزيون او الكلام ده. اما الجريد هو هتبقى انت مسؤول على المقاس بتاعك. يعني انت حضرتك هنا دلوقتي هتعمل مثلا تصميم على الديسكتوب، او هتبدا تغير على الموبايل على اللاب على التاب، او هيبدا يشتغل على الموبايل، وتبدا ان انت تبدا تخصص لكل واحد السايز بتاعه. ايهم احسن؟ طبعا الفليكس بوكس. بعد ما انا بضغط عليه بيديني مجموعة من الاختيارات بتاعتي. عندي هنا دلوقتي حوالي اتنين اربعة ست اختيارات، بقى 12 اختيار. حضرتك دلوقتي انت عايز تعمل ايه؟ هو بيقول لك دلوقتي اهلا وسهلا بيك. حضرتك عايز تعمل بلوكة واحدة بس، ولا البلوك بتاعك مجزأ معاك على اربع اجزاء، ولا عايز جزء واحد؟ عندك هنا جزئين، ولا جزء صغير وجزء كبير، ولا انت عندك اجزاء مستطيلة، ولا انت عندك جزء مربع وجزئين مستطيلين؟ يعني هنا ده بيدي لك مجموعة من الاختيارات بالشكل ده. طب انا لو حبيت ارجع برضو بيرجعني على الجريد. فهو هنا دلوقتي الجريد بيديني هنا ست اختيارات، ما بيدينيش اكتر. طيب يبقى انا دلوقتي لو على الفليكس بوكس بيديني هنا دلوقتي على ان انا ابدا اختار الشكل اللي انا هبدا اختاره من الاشكال دي. حضرتك عايز تختار مثلا عايز تحط ست اجزاء جوه البلوك واحد؟ يعني انا عندي هنا ده مثلا ده كده يعتبر بلوك، البلوك دي فيها ادي جزء ادي اتنين ادي تلاتة، وعندي هنا ده اربعة. عايز ابدا اصمم حاجة زي دي، او حد واحد عايز يصمم حاجة زي دي، يبقى انا عندي البلوك الاساسي في عندي هنا فيها اختيارين، في عندي هنا دلوقتي في اربع اختيارات عندي هنا. فايه الديزاين اللي حضرتك بتبدأ او حضرتك مختاره، او الديزاين اللي حضرتك بتبقى عايز تعمله؟ ده هنا ان انت بتبدأ تنشئ الموقع بالديزاين بتاعك انت، او زي اللي احنا بنقوله اللي هو بتصميمك انت. يعني سيبك بقى من الاجزاء الجاهزة او القوالب الجاهزة، لا حضرتك انت اللي بتبدأ تصمم الموقع بتاعك. والله مثلا ان انا عايزه وليكن مثلا بالشكل ده كده،
هيقول لك طيب ادي اهلا وسهلا، اديني ان انا نزلت لك ادي اول واحد فيها ادي جزء، ادي اتنين، ادي تلاتة، ادي اربعة. فانا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ والله ان انا عايز احط على اول واحدة دي تكون صورة. فيبقى انا هنا دلوقتي اول ما انا ما بضغط على علامة الزائد ده كده، فهيروح يديني مجموعة من الصور بتاعتي، او مجموعة من الاليمنت او المحتويات بتاعتي اللي انا عايز ابدأ ادخلها. فهو هنا دلوقتي بيقول لك ايه؟ اهلا وسهلا بيك، ايه اللي انت عايز تدخله؟ والله عايز مثلا ادخل هيدنج مثلا، يعني نص رئيسي مثلا. طيب عندي هنا دلوقتي لما بضغط على الزرار التاني عايز ادخل كمان صورة. اهو مثلا دي كده صورة بتاعتي، يبقى انا عندي هنا نص وعندي ده الصورة بتاعتي. عندي هنا كمان علامة الزائد، والله ان انا عندي هنا كمان حاجة اسمها التكست بوكس، عايز مثلا احط التكست بتاعي بالشكل ده. طب واحد تاني يجي يقول لي ايه؟ طب ما انا ما دام عندي هنا نص رئيسي، ما انا عايز انزل ده تحت النص الرئيسي، خده كده دراج اند دروب بالشكل ده كده. يبقى انا معايا هنا كده نص رئيسي بشرحه، وعندي هنا الصورة بتاعتي. طب انا دلوقتي واحد تاني يقول لك ايه؟ طب انا عايز بقى في الحتة دي عايز اضيف فيها صورتين. فاعمل كليك يمين عليها، هلاقي ان انا عندي هنا حاجة اسمها edit image او duplicate، يعني ان انا هبدأ انشئ صورة تانية. يعني اول ما انا ما بقول له دبليكيت بيبدا يحط لي الصورتين جنب بعض. طيب هنا هضغط هنا علامة زائد، عايز احط هنا كمان برضو علامة الفيديو، يبقى كمان فيها فيديو. عايز كمان برضو ان انا دلوقتي لو هعمل علامة زائد، والله ان انا عايز اعمل حاجة اسمها البوتوم، عايز اعمل بوتوم. يبقى انا عايز اعمل مثلا كليك هير، عايز احجز الان، ابدأ الدفع الان، ابدأ الاشتراك الان، ايا كان اللي حضرتك عايز تسميه، بس ان انا هعمل له هنا بوتوم. طب انا دلوقتي كده صممت الجزء بتاعي خلاص، ببدأ بقى ان انا اكتب بقى. عايز اعمل ايه هنا؟ والله ان انا عايز اكتب نبذة عن اجروزة، او نبذة عن دورات اجروزة للتسويق الالكتروني، وليكن مثلا بالشكل ده. طيب في واحد تاني يقول لك ايه؟ لا الديزاين ده هو مش حلو، يعني هو مش عاجبني. هل في امكانية ان انا اقدر اضيف مجموعة من البلوك بس يكون بديزاين احلى؟ اه ينفع. طب انا عايز اشيل البلوك دي، خلاص اعمل عليها علامة اكس، خلاص هو دلوقتي كده اتشال. طب هل في امكانية ان انا اقدر اختار؟ اه في. عندي هنا بلجن تانية اسمها element kit. ايه ده؟ يعني هو برضو تابع للإليمنتور بس الإليمنت كده. اه بضغط عليها، هو هنا دلوقتي بيقول لك اهلا وسهلا بيك. هنا بقى بيدي لك مجموعة من الديزاين اللي بالشكل ده كده، وابدا اختار اللي انا عايزه. هنا دلوقتي بيقول لك ايه؟ عايزه مثلا بالتمبلت ولا البيجز ولا عندي هنا بالسكشنز؟ يعني حضرتك عايز تضيف سكشنز بس، ولا حضرتك عايز تضيف بيج كاملة؟ يعني انا عندي هنا ده مثلا بيج اهو. يبقى انا عندي هنا البيج مكون من ايه؟ البيج هيرو سيكشن، يعني اول 5 ثواني ان القارئ او اول ما العميل ما بيدخل انت قدامك 5 ثواني. هل انت هتقدر توصل لل5 ثواني دول للعميل اللي انت بتقوله؟ يعني انا عندي هنا ده كده هيدر اهو، في عنوان رئيسي، في عنوان فرعي او عندي الشرح، وعندي هنا الزرار بتاعي، عندي هنا الخدمات بتاعتي، عندي هنا مجموعة صور بالشكل ده، عندي هنا ده اللي هو الاوبننج سكادجول، عندي هنا الوات تو دو وانت تو ليرن، عندي هنا دلوقتي الشركات اللي انا اشتغلت معاها. وتبدأ انت تغير برضو، يعني عادي انت ممكن تقدر تغير في السكشنز دي او البيج دي. طيب في واحد تاني يجي يقول لك ايه؟ لا انا مش عايز بيج، انا عايز سيكشن. طيب يبقى انا دلوقتي بقف على موضوع السيكشن، شوف السيكشن اللي حضرتك عايز تضيفه. فهو هنا دلوقتي بيقول لك ايه؟ دي السيكشنز بتاعتك هنا اهو. عايز سيكشن للعناوين الرئيسيه ولا البرايسنج تيبل، يعني في زي تيبل كده للاسعار بتاعتك، اللي هو مثلا الاشتراك بتاعك مثلا، تعمل عروض، يعني حضرتك عايز تعمل عروض بتاعتك، عايز تعمل بوتوم، عايز تعمل كلاينت لوجو، عايز تعمل بلوج بوست. تشوف بقى ايه اللي انت عايز تعمله من الشكل ده. هو حتى كمان كاتب لك هنا ايه؟ هيرو سيكشنز. يعني انا دلوقتي عايز اعمل هيرو سيكشنز احلى من اي مكان تاني ان انا عايزه. والله ان انا عايز مثلا ده كده هيرو سيكشن، يعني انت عايزه بالشكل ده. يبقى انت عايز صورة باك جراوند،
وعندي هنا عنوان فرعي، عنوان رئيسي، الشرح والبوتوم الاتنين مثلا بالشكل ده. ولا انت عايز ده مثلا يعني صورة رئيسية، وفي عندك زرار، وعندك الفيديو، وعندك العنوان الرئيسي بالشرح بالعنوان الفرعي. ولا انت عايز مثلا حاجة زي دي، ولا انت عايز مثلا حاجة زي دي. يعني ده نوع ديزاين جديد برضو. ادي عنوان رئيسي بالكول تو اكشن اللي هو الزرار. وعندي هنا كمان على الجنب الشمال السوشيال ميديا، لو انا عايز اضغط على الفيسبوك، تويتر، جوجل، لينكد ان، ايا كان اللي انا عايز ادخله عليها. ولا انا عايز ايه بالظبط. يعني هو هنا دلوقتي برضو مديلك مجموعة من السكشنز ان انت دلوقتي تقدر تختاره. والله ان انا عايز مثلا، لا انا عايز الاول، يعني خلينا كده ان احنا نزود مجموعة مجموعة محتويات ان انا اقدر استخدمها. فوالله ان انا عايز استخدم الجزء ده مثلا. يبقى انا عندي هنا ده يعني تعالوا كده. هنا دلوقتي عندي هنا ده كده عنوان رئيسي شرحه الخدمات بتاعتي. يبقى انا عندي هنا 6 خدمات بتوعي. حابب ان انت تضيفهم. والله ان انا عايز لا انا هضيف مثلا بالشكل ده. يبقى انا دلوقتي عايز اضيف صورة، عنوان رئيسي، الشرح بتاعه، والليرن مور. يبقى انا دلوقتي عايز ازود مقال كبير للحتة دي بتاعتك. يعني شوف اللي انت عايزه بتبدأ ان انت تختاره. والله في ناس تانية مثلا ممكن تختار دي اللي هو برضو مجموعة خدمات بالشكل ده. في واحد تاني يجي يختار معايا بالشكل اللي هو الايه، الاف اي كيو اللي هي الاسئلة بالشكل ده. في واحد تاني يقول لك لا انا عايز والله مثلا الشغل الصور او عندي صور كتير وعايز اعملها على هيئة صور. عايز احط التيم بتاعي، عايز احط مثلا مجموعة صور متحركة. عايز اعمل صورة ويبقى نبذة عني انا مثلا. والله عايز اعمل مجموعة كاستم لوجو. يعني ايه كاستم لوجو؟ ايه الشركات اللي انت اشتغلت معاها بس يبدأ بالشكل ده. يعني واحد مثلا شغال مع اكتر 12 شركة او 16 شركة، اهو ادي ال 16 شركة وتبدأ تحط اللوجوهات بتاعتك. عايز الله ده حلو. يعني انا اقدر اضيف مجموعة من الفقرات وكل فقرة ليها ديزاين شكل. عادي جدا. يبقى انا بجيبها منين؟ تاني بنزل لتحت خالص. يعني انا بدخل على البيج، بنزل تحت خالص، هلاقي ان انا عندي مجموعة من الاختيارات. هلاقي ان انا الاختيار الاليمنت كده. عايز ازود بيج جديدة وابدأ اغير في البيج، ولا عايز السكشن وببدأ اختار السكشن بتاعي اللي انا نفسي فيه كله. طيب عندي هنا كمان، عندي هنا خلي بالكم، عندي هنا مجموعة من التيبل ده مثلا ليها مجموعة من الأسعار. عندي ادي سعر، ادي 2، ادي 3، ادي 4، زي الاشتراكات او الباقات يعني. عندي باقة 1، باقة 2، باقة 3، باقة 4، وكل باقة بشرحها بالخدمات بتاعتها بالأسعار بتاعتها. ولو هو عايز يقرأ عن المزيد أو عايز يقرأ عن المقال ده أو يقرأ عن الاشتراك ده، بيدخل في صفحة او مقال ان انت بتبدأ تكتب كل الخدمات بتاعتك، ودي هناخدها المحاضرة الجاية ان شاء الله يعني. طيب عندي هنا كمان برضو، لو انا عايز ابدأ ازود عايز ازود مثلا مجموعة من الارقام زي دي مثلا، زي البروجرس بار. يعني زي شريط او زي علامات تحليل البيانات. يعني انا عندي هنا دلوقتي عدد الايام، عدد الساعات، عدد الدقائق، عدد الثواني. ممكن بقى حضرتك تقول مثلا نسبة رضا المستخدم العميل، عدد الكورسات اللي بنقدمها، عدد التراكات، عدد المتدربين. شوف بقى اللي انت حضرتك حابب ان انت تبدأ تشتغل فيه وتبدأ ان انت تعمله عادي. يبقى انا دلوقتي بالنسبة لبرنامج الاليمنتور اقدر ان انا استخدمه كاديتور، او ان انا اقدر استخدمه ككرييشن. ودلوقتي ان احنا بنبدأ نعمل كرييشن. يعني ايه كرييشن؟ يعني حضرتك دلوقتي بتبدأ تعمل ديزاين من اول وجديد. يعني حضرتك انت بتبدأ تزود الديزاين بتاعك. فانا والله مثلا عجبني الحاجات دي جدا. يعني انا عندي هنا عنوان رئيسي، عندي الشرح، عندي الخدمات بتاعتي، وعندي الصورة. الصورة دي فيها ما قبل وفيها ما بعد. والله عاجبني بقول له انزرت. خلاص اول ما انا ما بقول له انزرت بيقول لي طيب استناني ثواني،
هبدأ انزلها لك في البيج بتاعتك، او هنزلها لك في الصفحة الرئيسية بتاعتك، او على حسب البيج اللي انت عايزها. يعني بص انا عندي هنا ده اهو، عندي ده، عندي هنا البي 4، يعني عندي هنا كده صورتين، وببدأ استخدم بقى الحاجات بتاعتي. اول ما انا ما بعمل ببلش، تعالوا كده اما نشوف شكل البيج بتاعتي بالشكل ده كده. يعني تعالوا كده اما نشوف شكل البيج. خلاص هاجي هنا اقول له على علامة البريفيو تشينجز. اول ما انا ما بقول له بريفيو تشينجز بيروح يفتح لي صفحة جديدة، بيقول لك ادي بالنسبة لي الموقع بتاعك اللي انت عدلته واللي انت عملته. وحتى كمان دلوقتي بدأ يزود معايا الشكل ده. الله، ده حلو ده. يعني ان انا اقدر ان انا ازود مجموعة من البلوكس او مجموعة من المحتويات، سواء بقى صور، سواء كلام، سواء صورة وكلام، بغض النظر على اللي انت عايزه. يعني اعمل اللي انت ما بدالك فيه. احلى حاجة في برنامج الاليمنتور ان هو فاتح لك كل الاجزاء بكل الاوبشنز ان انت تقدر تستخدمها بالديزاين اللي انت رسمه. حضرتك عايز ترسم بترسم، حضرتك عايز بتعمل، حضرتك عايز تغير بتغير، حضرتك عايز تعمل زي قالب جاهز وانت اللي تعدل، برضو ده متاح. يبقى هو دلوقتي برنامج الاليمنتور شغال معاك على اي وضع حضرتك بتبقى محتاجه. من هنا البرنامج بتاع الاديتور اللي عندي، او برنامج الاليمنتور، اقدر بقى ان انا دلوقتي هنا والله ان انا عايز اشتغل مثلا جيت ذا ابديت، او هنا ممكن اقول له والله ده الدورات. ممكن اكتب كده الدورات التدريبية الاكثر طلبا. الدورات التدريبية الأكثر طلبا. طيب، عندي هنا برضو قلنا على قائمة الستايل، هروح على التايتل بتاعي، هروح على حاجة اسمها التايبوجرافي ان انا عايز اغير الفونت بتاعه. فانا هروح دلوقتي المراعي، ادي انسب فونت عربي ان انا اقدر اشتغل عليه. ادي الدورات التدريبية الاكثر طلبا بالشكل ده. ويبقى انا عندي هنا ده الصورة، وعندي هنا ده الاوبشنز بتاعتي. حضرتك حابب الديزاين ده، خلاص ان انا بعتمده بقول له ببلش. مش عايزه، ممكن ان انا هاجي انا اقول له ايه، خلاص ديليت، انا مش محتاج الفقرة دي اصلا، وهبدأ اضيف فقرة من اول وجديد. هنا دلوقتي طريقة ترتيبك بالنسبة للويب سايت اهم ما يمكن ان انت دلوقتي ترتب الموقع بتاعك بحيث ان القاري لما يجي يدخل يكون كل حاجة ليها صلة ببعض. يعني انت مثلا دلوقتي ما تعملش اول فقرة بكلام، تاني فقرة بحاجة تانية خالص، تاني فقرة بحاجة تانية خالص، تالت فقرة بفقرة تالتة خالص، رقم أربعة بحاجة رابعة تماما ملهاش علاقة باللي فوقيها، واللي فوقيها ملهاش علاقة بأي محتوى. لا، لازم يكون الصفحة بتاعتك تكون مرتبة منسقة، تكون متضمنة الكلام بتاعك. يعني الفقرة الأولى هياها بتتكلم عن الفقرة التانية، ليها علاقة بالفقرة التالتة، ليها علاقة بالفقرة الرابعة. جوجل بيعشق الموضوع ده جدا علشان خاطر يقدر يأرشفك او يقدر يطلعك في السيو بتاعه او تهيئة محركات البحث. ودي اهم ما يمكن ان انت تبدأ تشتغل عليه. فهنا دلوقتي في طريقة ترتيبي للديزاين الموقع بتاعي لازم يكون ان القاري يكون له كل حاجة متعلقة ببعض. ما ينفعش ان انا اعمل مقال نبذة عن الشركة، بعد كده من نحن، بعد كده لا، انا مش محتاج ده كله. الصفحة الرئيسية انا قدامي 5 ثواني ان انا امسك فيها العميل، او يا اما ان العميل هيبدأ يعمل معايا باك. لازم نركز قوي في الحتة دي. دي حاجة ان احنا بنسميها في الديجيتال ماركتنج او بالنسبة في التسويق الالكتروني، ان انت ازاي تسوق الموقع بتاعك عن طريق المحتوى او عن طريق الكونتنت بتاعك. ودول اهم الطرق اللي نقدر نصمم بيها الموقع، سواء حضرتك شغال باليو اي، او شغال باليو اكس، او شغال بالوورد بريس، او شغال بالويب سايت ديزاين، او شغال بالبرامج المستخدمه للكودينج زي الفيجوال بيزك، السي اس اس، الاتش تي ام ال. برضو لازم يكون ليك علاقه بالتسويق. ودي اول نظريه في علم التسويق الالكتروني
ان انت لازم بتسوق عن طريق المحتوى بتاعك. دي قبل اي حاجه خالص. بنبدا نعمل بقى البلوكات بتاعتنا وبنبدا نشتغل على البلوك. ممكن ان انت تعمل اختلاف بسيط صغير في الديزاين، ولكن ما تعملش تغيير شامل في المحتوى. يعني ما يبقاش عندك محتوى نبذة عنه وبعد كده خدماتنا، بعد كده الأسئلة الأكثر شيوعا. طبعا العميل مش محتاج ده. العميل محتاج ان هو لما يجي يدخل على البيج يلاقي الحاجة اللي هو بيسأل عليها. وليكن مثلا هو دلوقتي داخل بيسأل على كورس التسويق الإلكتروني، فأنا دلوقتي بديله كل البيانات بتاعة الكورس بتاعة التسويق الإلكتروني. هياخد إيه في التسويق، مشاكل التسويق، حلول التسويق، المشاكل الأكثر شيوعا، الأسئلة الأكثر شيوعا، اللي أنت هتدرس إيه، هتاخد إيه، البنفيت بتاع العميل بتاعك. لما بتيجي تكتب له المشاكل والحلول العلمية والعملية، بيبدأ ان انت بتبني حاجة اسمها التراستنج فور كلاينت، ان انت بتعمل نوع من الثقة للعميل، بالرغم ان العميل لا شافك ولا انت شفت العميل ولا انتوا الاتنين شايفين بعض اصلا. فدي اول نظرية في علم التسويق الالكتروني. لازم يكون طريقة التصميم بتاعي يكون ليها متناسق مع بعض، المحتوى يكون متناسق، يكون مرتب، يكون منظم، يكون منسق، يكون معمول بصورة واحدة، علشان خاطر ان العميل يبدأ يعمل معاك الاكشن بتاعك. وبعد كده نبدأ نكمل المحاضرة اللي جاية ان شاء الله. شكرا جدا ليكم. معاكم عبد الرحمن حلمي من شركة اجروزا للتسويق الالكتروني.